كانت فرحانه جدا عشان اتجوزت، بس ما تعرفش ان كوبرا هيخبط فيها عشان قصير، وجوزها بيشدها وبيقول لها انزلي، بس بيلاقي ان ده الفستان بس ومراته مش موجوده، وبيطلع ان في واحد شدها قبل ما تتخبط وتموت، وبتشكره عشان انقذ حياتها، وبيجي جوزها وبيتخانق معاه، ومراته بتقول له لا ده انقذني، وبيقول لها اسكت انا عارف الاشكال دي، واخر ما بيزهق منه بيديله بالبنيه وبيخليه يغمى عليه، وبيحط ايده في جيبه وبيسرق الفلوس ومفتاح العربيه، وبتقول له ان انت طلعت حرامي، وبياخد البنت كلها وبيمشي، وبياخدها على مكان بعيد، وبتقول له حرام عليك ده انا كنت افتكرك طيب، وبيضحك وبيقول لها كل سنه وانت طيبه، وبيقول لها انت مش هتمشي غير لما اخد 100,000 دولار رهن. وتاني يوم بيفضلوا يهزروا مع بعض لحد ما بيبداوا يحبوا بعض، وهما بيتكلموا بتسرق مفتاح العربيه عشان تهرب، وهي رايحه تمشي، الولد بيقول لها لو عايزه تمشي امشي انا مش همنعك، والبنت عشان حبيته بتفتح له وبتدخله، وبتقول انا مش عارف لحد دلوقتي هو ما جاش ليه. وتاني يوم جوزها بيصحيهم وبيديله 40,000 دولار، وبيقول له بس احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا على 100,000 دولار، وبيقول له لا دول تمن العربيه، اما هي خليها لك، وبيتخلى عنها بسهوله جدا، والبنت بتتضايق وكانت رايحه تضربه، بس بيمسكها وبيقول طالي، والولد التاني بيضربه عشان مش راجل، وبيقول له امشي يا ندل، وبعد ما بيمشي البنت بتقول له انا مش مصدقني وتخلى عني بالسهوله دي، وبيقول لها الصراحه انا حبيتك، وبيعرض عليها الجواز، وبيقول لها لو مش موافقه تقدري تمشي انا مش همنعك، بس البنت عشان حبيته بتوافق.